يا جدعان، الاصدار الجديد من فيو 3 بقى متاح دلوقتي ببلاش. ده فيو 3 1 اقوى بكتير من فيو 3 القديم. فيو 3 جه يا رجاله، ونسخته الجديده 3 1 قلبت الساحه. بتطلع صور وفيديوهات مفيش زيها في الحكايه. شغل جامد يا ولاد، كله بالابداع والحكايه. امسك كويس يا كابتن بو، المكنه هتطير بينا. انا طاير من الفرحه، بس البخار ده كتير قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سونيك، عاملين ايه يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر إشعارات لو تكرمتوا علشان يوصلكم كل فيديو جديد أول ما ينزل إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ من غير كلام كتير. هندخل على جوجل عادي جدا، وبعد كده نكتب في السيرش هنا بتاع جوجل كلمة فلو بالمنظر ده، وبعد كده هنضغط على انتر، وبعد كده هنضغط على الرابط ده. واكيد طبعا هتلاقيني سايب لك رابط الموقع تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان يعني ما تتعبش نفسك وكده. وموقع شباب فلو هيفتح معانا. طبعا لو انت بتتابعني هتبقى عارف ان احنا ياما استخدمنا موقع فلو لاستخدام نموذج بتاع فيو 3، انما احنا المره دي هنستخدم فيو 3.1. اول حاجه يا شباب، موقع فلو هيطلب مننا احنا نسجل الاكونت بتاعنا على الموقع، فهنضغط هنا على ساين ان ويز جوجل وهنسجل عن طريق اي حساب. انا مثلا هسجل عن طريق جيميل ده، وهتظهر الرساله دي قدامك بتعرفك يعني ان في ابديت جديد اللي هو فيو 3.1، وبتقول لك على بعض المميزات اللي هم اضافوها. هنضغط هنا على جيت ستارتد، وفلو هيفتح معانا بالمنظر ده. اول حاجه كده في البدايه علشان تكون عارف، لو احنا طلعنا فوق ضغطنا هنا على البروفايل بتاعنا هتلاقي ان موجود عندك 100 كريدت. طبعا الكريدت دي او النقاط دي بتستخدمها لعمل الفيديوهات. الفيديو الواحد بيكلفك 20 كريدت، يعني انت تقدر تعمل ب 100 كريدت دولت 5 فيديوهات، وال 100 كريدت دولت بيتجددوا كل شهر. طبعا عارف هتسالني هتقول لي طب احنا ازاي يا سونيك نقدر نستخدم النموذج بتاع فيو 3.1 كذا مره او زي ما احنا عايزين؟ بكل بساطه، بعد ما يخلص منك ال 100 كريدت بتوعك اللي انت عن طريقهم تقدر تعمل بيهم 5 فيديوهات، هتضغط هنا على ساين اوت او تسجيل خروج وتسجل عن طريق اي ايميل تاني، وهيجي لك 100 كريدت كمان. والعمليه دي تقدر تكررها مع كذا ايميل لو انت عندك كذا ايميل مختلف، بحيث تقدر تستخدم الموقع زي ما انت عايز. المهم يا شباب، لو احنا عايزين نستخدم النموذج بتاع فيو 3.1 هنضغط هنا على نيو بروجكت علشان نبدا مشروع جديد، وهتلاقي ان الصفحه دي فتحت معانا بالمنظر ده. في البدايه كده علشان تكون عارف، احنا عندنا طريقتين لتوليد الفيديو. عندنا التكست تو فيديو اللي هي يعني معناها تحويل النص الى فيديو عن طريق انك تكتب نص هنا وبعد كده تحوله الى فيديو. اما تاني طريقه وهي الفريمز تو فيديو، دي بتستخدم لو انت عندك اي صوره وعايز تحولها لفيديو، تقدر تضغط عليها من هنا وبعد كده تضغط على علامه الزائد من هنا وترفع الصوره اللي انت عايز تحولها الى فيديو، وبعد كده تضغط هنا على جنريت وهتتحول الى فيديو. المهم يعني دولت اهم طريقتين تقدر تستخدمهم لتوليد الفيديو. ما تقلقش، انا هجرب استخدم الطريقتين. وخلينا يا شباب نبدا اول حاجه بالتكست تو فيديو، فهنضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده يا شباب هنكتب هنا النص اللي احنا عايزين نحوله الى فيديو. انا مثلا يا شباب هنا عندي نص مجهزه من اول، طبعا انا خليت الشات جي بي تي يساعدني في كتابه البرومت ده، فهاخده كوبي بالمنظر ده ونسخ، وبعد كده هرجع بيه تاني على فلو وهعمل هنا بيست او لصق للبرومت اللي احنا اخدناه كوبي. وطبعا هتلاقيه سايب لك البرومت ده تحت في وصف الفيديو عشان يعني لو انت عايز تاخده وتعدل عليه براحتك. والبرومت ده يا شباب لفيديو كرتوني 3 دي باسلوب بيكسر او ديزني. بعد يا شباب ما كتبنا البرومت بتاعنا هنطلع فوق هنا ونضغط هنا. هنروح دلوقتي يا شباب على اهم حاجه وهي الموديل. هتضغط هنا على الموديل وتاكد ان هو معمول على فيو 3.1. لو انت طبعا اخدت بالك هتلاقي ان موجود عندك 2 فيو 3.1، هتلاقي موجود عندك فيو 3.1 فاست وفيو 3.1 كواليتي. طبعا الاتنين نموذج دولت بينتجوا اصوات ومؤثرات صوتيه. الفرق الصراحه ما بين الاتنين نموذج دولت بيكون بسيط جدا، وهو فقط بيفرق في الكواليتي او الجوده بتاعه الفيديو، ولكن الصراحه الموضوع مش بيفرق قوي. بس خلي بالك فيو 3.1 كواليتي بياخد عدد كريدت اكتر، يعني الفيديو الواحد اللي بكواليتي بيكلفك 100 كريدت، يعني انت تقدر تعمل ب 100 كريدت اللي موجودين معاك هنا فيديو واحد فقط. اما لو انت هتستخدم فيو 3.1 ولكن الفاست هيكلفك الفيديو الواحد 20 كريدت فقط، يعني انت تقدر تعمل ب 100 كريدت اللي موجودين معاك 5 فيديوهات. زي ما قلنا كل فيديو بيكلفك 20 كريدت، علشان كده احنا نختار فيو 3.1 فاست. وبعد كده هتطلع فوق هنا عند الاسبكت ريشيو او مقاس الصوره وهتختار المقاس اللي يعجبك. هتلاقي طبعا عندك في مقاسين اللي هو من 16 ل 9 اللي هي يعني المقاس اللي بيكون مناسب لفيديوهات العرض، وهتلاقي موجود عندك هنا من 9 ل 16 واللي هو المقاس اللي يكون مناسب للفيديوهات اللي بتكون بالطول زي الفيديوهات التيك توك والانستجرام ريلز والكلام ده. انا عن نفسي هختار من 16 ل 9. وبعد كده من الاوت بوتس هنا هتقدر تختار عدد الفيديوهات اللي انت عايز ينتجها لك في المره الواحده او يولدها لك في المره الواحده. احنا هنختار فيديو واحد، وبعد كده يا شباب هنضغط هنا على جنريت او توليد. وزي ما انت شايف
بدأ في توليد الفيديو. من اكتر الحاجات اللي بتميز موقع فلو ان وقت التوليد اللي بياخده بيكون قليل جدا، عكس بقيه الموديلات التانية اللي بتتاخر جدا في توليد الفيديو. زي ما انت شايف كده وصل في خلال ثواني ل 50%. فهنستنى شويه عقبال ما الفيديو بتاعنا يكون جاهز. النتيجه يا شباب بتاعتنا بقت جاهزه، فخلينا ضاغطين علشان نشوفها. امسك كويس يا كابتن بو، المكنه هتطير بينا. انا طاير من الفرحه، بس البخار ده كتير قوي. زي ما انت شايف الفيديو الصراحة كان جميل جدا، وزي ما انت سمعت كده اللغة العربية كانت مظبوطة جدا. هو صحيح حصل خطأ في الفيديو، وهو ان الشخصية دي اتكلمت مكان الشخصية دي لمدة ثواني، ولكن المشكلة دي اتعدلت بعدين وبقى الشخص ده هو اللي بقى يتكلم. مع العلم يا شباب ما كتبتش تماما في البرومت بتاعي اي جملة باللغة العربية، انا كتبت فقط ان انا عايز الشخصيات دي تقول كلام باللغة العربية باللهجة المصرية تكون متماشية مع اللقطة الكرتونية دي. وبالفعل زي ما انت سمعت كده هتلاقي ان الشخصيات كانت بتتكلم بشكل جميل جدا، والكلام كان متماشي جدا مع اللقطة دي. وزي ما انت شايف كده الرسم بتاع الكرتون تحفة جدا. لو طبعا الفيديو ده عجبك وعايز تحمله عندك، هتطلع فوق هنا وتضغط على داونلود، وبعد كده تضغط هنا على اوريجينال سايز 720 بي، وبالفعل الفيديو هيتحمل معاك في خلال ثواني. خلينا بقى يا شباب المره دي كده نجرب نعمل فيديو تاني مختلف، ولكن يكون باسلوب واقعي. ولكن احنا المره دي هنستخدم الفريمز تو فيديو اللي احنا عن طريقه بنقدر نحول الصوره الى فيديو. فهنضغط هنا على فريمز تو فيديو، وبعد كده هنضغط تحت على علامه الزائد دي، وبعد كده هنضغط هنا على ابلود، وهنختار من هنا الصوره اللي احنا عايزين نحولها الى فيديو. هختار مثلا الصوره دي، وبعد كده هنضغط هنا على اوبن، وبعد كده يا شباب من هنا هتحدد الحته اللي انت عايز تحركها او عايز تحولها لفيديو. طبعا من هنا هتقدر تصغر او تكبر من هنا، المهم من هنا هتقدر تحدد المنطقه اللي انت عايز تحركها او تحولها لفيديو. وبعد كده هتضغط هنا على كروب اند سيف علشان تتحفظ معانا. وبالفعل زي ما انت شايف كده الصوره هتتحفظ معانا بالمنظر ده. وبعد كده يا شباب هنكتب هنا البرومت او الوصف اللي احنا عايزين نستخدمه لتحويل الصوره دي الى فيديو. وانا بالفعل يا شباب محضر برومت للصوره دي، وخليت برضو الشات جي بي تي يساعدني في كتابه البرومت ده، فهاخده برضو نسخ بالمنظر ده، وهرجع بيه تاني على موقع فلو، وهعمل هنا بيست للبرومت اللي احنا خدناه كوبي. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان انا كاتب جمله باللغه العربيه باللهجه المصريه علشان انا عايز الشخصيه بتاعتي تقول الجمله دي. واكيد طبعا هتلاقيه برضو سيب لك البرومت ده تحت في وسط الفيديو في اول تعليق مثبت. وبعد كده يا شباب هنضغط هنا ونتاكد ان كل حاجه مظبوطه، واخيرا هنضغط هنا على جنريت او توليد. وزي ما انت شايف هيبدا في توليد الفيديو، والنتيجه يا شباب بتاعتنا الثانيه بقت جاهزه. فخلينا نضغط هنا علشان نشوف شكل النتيجه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. يا جدعان الاصدار الجديد من فيو 3 بقى متاح ببلاش. ده فيو 1 اقوى بكتير من فيو يا جدعان. تمام، النتيجة جامدة جدا. حركة الفيديو كانت ممتازة جدا، وكأن فعلا الشخص ده بيهبط بالمظلة. وزي ما انت سمعت كده المؤثرات الصوتية كانت ممتازة جدا، زي صوت الهواء بما ان يعني الشخص بيهبط بالمظلة. وزي ما انت شايف حركة الشخصية جامدة جدا. من فيو 3 بقى متاح ببلاش. ده فيو 1 اقوى بكتير. وحركة الشفايف متماشية جدا مع الكلام. في بقى حاجة لاحظتها معرفش انت خدتوا بالكم منها ولا لأ، معرفش هل هي جت كده بالصدفة ولا لأ. لو انتوا كده خدتوا بالكم ده فيو 1 اقوى بكتير من هتلاقوا ان الشخص ده لما قال ان فيو 3.1 بقى اقوى بكتير من فيو 3، هتلاقي ان الشخص ده قفل صوابعه بالمنظر ده اللي هي يعني ترمز للقوة يعني. فلو انت خدت بالك كده هتلاقي ان الشخص بيتفاعل بجسمه على حسب الكلام اللي بيقوله. فالموضوع ده لو ما كانش صدفة وكانت فعلا مقصودة، فالموضوع ده هيبقى خطير جدا. بقى متاح ببلاش. ده فيو 1 اقوى بكتير من فيو يا جدعان. وزي ما انت كده سمعت هتلاقي ان الصوت بتاع الشخصية دي ممتاز جدا، وصوته واقعي جدا، وافضل بكتير جدا من الصوت اللي كان بينتجه فيو 3 العادي. لو طبعا الفيديو عجبك وعايز تحمله ما تنساش تضغط هنا على داونلود، بعد كده تضغط هنا على اوريجينال سايز 720 بكسل، وبالفعل الفيديو يتحمل معاك في خلال ثواني. انا بقى عايز اعرف انت ايه رايك بقى في الاصدار الجديد بتاع فيو 3.1. هل انت فعلا شايف ان هو افضل من فيو 3 اللي هو الاصدار اللي قبل ده، ولا حاسس ان هما الاتنين زي بعض مفيش فرق؟ المهم يعني ما تنساش تقولي تحت في التعليقات انت ايه رايك. فياريت بقى ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك علشان احنا خلاص قربنا جدا نوصل الى 100,000 مشترك. خلاص تقريبا فاضل لنا اقل من 2000 مشترك. وما تنساش برضو لو تكرمت انك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. وبس كده يا شباب، كان معاكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله يا اولاد ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناة سايبر سونيك علشان نوصل 100,000 مشترك.